السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة هنعمل العيش السريع او عيش الطاسة. مش هياخد وقت معاكي لو انت مزنوقة. قبل ما نبدأ لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا نشوف وصفتنا هنعملها ازاي، هيطلع معاكي حلو جدا. هنجيب هنا بولة وهنحط فيها 5 كوبايات من الدقيق. حابة تضاعف الكمية لحد كيلو من الدقيق براحتك. بعد كده هنحط هنا معلقة صغيرة من الملح، وهنحط معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلبها كده كويس. بعد كده هنحط كمان معلقتين كبار من الزيت، وهنحط في الوقت ده مية تكون سخنة بتغلي معانا، بمعنى اصح نعصق كده شوية. بعد كده هنزود مية باردة عادي. عايزين العجينة تبقى ماسكة نفسها شوية وفي نفس الوقت تبقى طرية. هنعجن فيها كده كويس لحد ما تلم معاكي والدقيق يختفي تماما كده. تمام، هتفضلي تعجني فيها لمدة 10 دقايق لحد ما تلم معاكي بالشكل ده. شايفين لمت معايا العجينة وفي نفس الوقت عجينة لينة وطرية حلوة جدا. بعد كده هنغطيها وهنسيبها لحد ما تخمر معانا. هتقعد معاكي حوالي نص ساعة. حطيها في مكان دافي بالشكل ده. بعد ما خمرت معايا كده تمام، بعد كده هنطلع منيها الهواء كده كويس. هنلمها بالشكل ده. لازم تفضي منيها الهواء بالطريقة دي كده. تمام، بعد كده هنحط هنا رشة دقيق على الرخامة، وهنشكل العجينة بتاعتنا لكرات صغيرة على حسب حجم الرغيف انت عايزاه قد ايه. طبعا هتعملي الكمية كلها بنفس الطريقة دي. لو بتلزق معاكي دهني ايديكي شوية دقيق وقطعي عادي كده. تمام، بعد ما خلصت الكمية طبعا انا حطيت دقيق من فوق ومن تحت على العجينة علشان ما تنشفش، وهنغطيها. هنجيب هنا اول قطعة، بعد كده هنفردها. تفرديها كويس، اهم حاجة لازم السمك بتاعها يبقى نص سنتي بالشكل ده. كمان اكتر هنفردها كمان شوية، السمك ده بتاعها هتلزق معاكي ومش هيفنش. لازم تفرديه كده كويس. هنجيب قطعة كمان وهنفردها بالشكل ده. وكمان لو حابة تصغري حجم الكورة براحتك، لو عايزة العيش يبقى معاكي صغير خالص كده. تمام، هنفرد كمان. طبعا هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي. لازم تفرديها كويس وهوريك الشكل في الاخر ازاي تفرديها. كمان ده السمك بتاعها تخين، هنفردها كمان. شايفين بعد ما فردتهم كمان فرد كويس، شايفين السمك بتاعها لازم يبقى رفيع علشان ايه العيش يتنفخ معاكي على الطاسة ويبقى مفتوح من جوه كده. تمام، هريحه لمدة 10 دقايق. بعد كده هنسخن هنا طاسة تسخن كويس، واهم حاجة تكون على نار عالية جدا علشان ياخد سخونة عالية بسرعة، وبسرعة يتنفخ معاكي. هنسيبه كده لحد ما يتنفخ معاكي. شايفين سيبيه براحته، ما تقلبيهوش كتير. هو اول ما يبتدي يستوي من تحت هينفخ معاكي بالشكل ده. خلي بالك بس عشان ما ينشفش معاكي، هتقلبيه على طول. هنسيبه كده ياخد لون من تحت كده، لون حلو كده. تمام، بعد كده هنطلعه وهنعمل واحدة كمان هنحطها وهنسيبه براحته، مش هنقلبه. اول ما يبتدي هيستوي هتلاقيه يقب معاكي بسرعة. شايفين كده حلو جدا. اهم حاجة بس ما تقلبوهوش، سيبيه على طول. شايفين كده تمام حلو جدا. طبعا هنقلبه بعد ما احمر معايا هيستوي من تحت. هنقلبه كده من الجنب ده ياخد لون كمان، وبعد كده هنطلعه على طول. اول ما ياخد لون حلو هنطلعه. لازم كمان اول ما تيجي تطلعيه تغطيه بكيس علشان يبقى طري معاكي وما ينشفش بسرعة. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي كده. خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها. بصراحة عيش جميل جدا وتحفة قوي لو انتي مستعجلة وما عندكيش عيش. بصراحة حلو جدا، حلو كمان جدا لسندوتشات المدرسة. اتمنى يكون استفدتم من الفيديو وعجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك علشان توصلكم اي فيديوهات انزلها، واعملي مشاركة لاصدقائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.